بسم الله الرحمن الرحيم. بنراجع مع بعض على السريع بعض الملاحظات الهامة سواء في الجرامر أو في اللانجويج نوتس. مراجعة سريعة خفيفة لتانية ثانوي وبالتوفيق إن شاء الله. الوحدة الأولى بتتكلم عن الضرورة ويجب يعني must، وخد بالك إن must مش على طول فعل، ممكن تكون اسم must. فmust يجب must ضرورة، وفي حالة لما تبقى must ضرورة بتساوي necessity. طيب we must do our homework بتساوي it's a must to do our homework، أو doing our homework is a must. الملحوظة التانية على must إن must لما نحب نحطها في السؤال ما بتاخدش لا do ولا does. يعني مثلا لما أحب أقول ماذا يجب عليه أن يفعل، اوعى تقول what does he must ما بتشحتش لا do ولا does. امال مين اللي بياخد؟ اللي بياخد do او does هو have to او need to. ملحوظة بعد كده وهي needn't معناها مش ضروري وبيجي وراها المصدر needn't والمصدر من غير to، وبتساوي don't او doesn't have to او haven't got to. ملحوظة كمان في فرق بين it's not necessary to ركز و it's necessary not to. it's not necessary to يعني مش ضروري يعني براحتك، أما it's necessary not to عامل زي you mustn't، فانتبه. فرق تاني بين didn't have to و needn't have والPP. didn't have to معناها ما كانش مضطر وما عملش. امبارح انا ما كنتش مضطر اخد تاكسي وما اخدتوش، يبقى didn't have to take a taxi. اما needn't have والتصريف الثالث فمعناها انه ما كانش مضطر لكنه عمل. فلو قال I needn't have worn a jacket بتساوي انه ما كانش ضروري البس جاكيت لكن لبسته. وطبعا انت عارف ان في مجموعة من الكلمات لو موجودة يبقى منع وتحريم، زي banned ممنوع، forbidden ممنوع، prohibited ممنوع، against the law ضد القانون، او aren't allowed. كل دول معناهم ممنوع او غير مسموح. في الحالة ديت بنستخدم mustn't أو نستخدم can't. بالنسبة ليونت 2 بتتكلم عن الصفات بتوصف الاسم وغالبا بتيجي قبله. خد مثال he is a good teacher اسم وذاك أخد الصفة good. الصفات بتيجي مع الأسماء أو بعد 4 أفعال وهم يبقى، يصبح، يبدو، يكون. يبقى، يصبح، يبدو، يكون. she became هي أصبحت angry ولا angry صفة لأنه يصبح. طب he looked at me ونظر إلي angry ولا angrily؟ هنا لوك مش معناها يبدو، معناها ينظر، إذن هيجي وراها الظرف اللي هو بيبقى آخره اللي واي. الحالة الثالثة للصفات إن الصفات بتيجي بعد الكلمات المرتبطة بsome واني وإفري ونو. some واني وإفري ونو. يعني أنا عايز أقول مفيش حاجة جديدة حصلت امبارح. new nothing ولا nothing new؟ لا nothing new. ملحوظة كمان ان الصفات اللي بادئة بأي ما يجيش وراها الاسم. awake يقظ، asleep نايم، afraid خايف، alone بمفرده. دول ما يجيش وراهم الصفة. ما ينفعش اقول an awake baby ولد يقظ، يقظان صاحي، لا،
The baby is awake. ده الصح. I saw an afraid man. غلط. The man I saw was afraid. خش على الصفات اللي اخرها ed والصفات اللي اخرها ing. احفظ كده ed للمكتسب، يعني الصفة اللي تاخد ed فده مكتسب الشعور. فلو انا خايف frightened عشان انا اللي مكتسب الخوف، ولو انا قلقان يبقى worried، ولو انا اللي مالل يبقى bored. والصفات اللي اخرها ing مسبب، بتسبب لغيرها. فلو لعيب مدهش هو مأدهشنا، هو اللي مسبب الدهشة يبقى amazing. ولو الكلب هو اللي مخيف مسبب الخوف يبقى frightening. يبقى المكتسب ed والمسبب ing. أول ما تلاقي of two أو of the twins أو of the couple يعني اتنين of two، فنجيب ذا والصفة الدرجة التانية. صفة درجة تانية اللي هي ما بين اتنين. علي is the taller of two friends. My house بيتي is the bigger of two houses. Of the twins من التوأم، اتنين توأم، he is the shorter. الملحوظة اللي بعد كده قاعدة كلما وكلما امسك قلمك واكتب ورايا. كلما ذاكر بجد كلما جاب درجات أعلى. بتتكون من كفتين ميزان. ذا صفة درجة تانية جملة. الناحية التانية ذا صفة درجة تانية جملة. كلما ذاكر بجد. ذا harder صفة درجة تانية. he studies. كلما جاب درجات أعلى the higher marks he gets. مثال تاني كلما ساق بسرعة كلما وصل مبكرا أكتر. the بسرعة faster. the faster he drives the earlier he arrives. ملحوظة كمان ان صفات الدرجة التانية اللي هي زي ما اتفقنا ما بين اتنين ممكن يسبقها حاجة من الكلمات اللي هقولها لك دي. a lot much even far a little a bit slightly rather fairly quite QUITE. دول لازمتهم ايه؟ دول بيجوا قبل المقارنة ما بين اتنين عشان يحددوا مقدار الصفة. الكتاب ده أرخص من ده، يبقى this book is cheaper than that book. طب لو أنا عايز أقول أرخص بكتير يبقى this book is a lot cheaper than this book. ولازم a lot؟ لا، ممكن much، ممكن even، ممكن far. طب لو أرخص بشوية يبقى a little cheaper أو a bit cheaper وهكذا. ملحوظة كمان إن less LESS ممكن يجي وراها الصفة الطويلة أو الصفة القصيرة. أقل غلوا less expensive than. طب أقل حرارة less hot يجي وراها القصير أو الطويل وما بنضيفش على الصفة أي شيء. حرف الجر of بعد المقارنة بيجي قبل الزمان أو الإنسان. he is the best boy of the family أو of the month. أفضل ولد في الشهر أو في العيلة يبقى of زمان أو إنسان. أما school يبقى كده at school أو in the school. نيجي على as صفة as ومش لازم صفة، ممكن as ظرف as معناهم متساويين تماما مثل. يبقى he is as tall as علي. ما بينهم الصفة ايه؟
معلهاش أي إضافات. أو he speaks هو بيتكلم as loudly as his mom بيتكلم بصوت عالي زي أمه. لاحظ إن إحنا استخدمنا loudly لأنه ظرف عشان speak فعل. أما the same اسم as نفس معنى as the same والاسم وas يعني علي is the same. عايز اقول بقى الطول نفسه مش هاي مش طول لا هايت لان the same بيجي وراه الاسم. علي is the same height as محمد. كمان مثال بيتي ونفس سعر بيتك. my house is the same ما تقولش expensive هات الاسم price. my house is the same price as your house. ايه الفرق بين farther بالاي وfurther باليو؟ farther وfurther الاتنين معناهم ابعد للمسافات، لكن further اللي باليو بتدي معنى كمان زيادة وهو more اكتر. فما بطلب منك تفاصيل اكتر يبقى further اللي باليو further details معلومات اكتر. further اللي باليو further information. لكن هما الاتنين في المسافات اخوات، ابعد من المسافات يبقى الاتنين صحاح. وطبعا farther او further ابعد عن يبقى وراه حرف الجر from. الفرق بين elder و older elder ما يجيش وراها than وهي اكبر سنا من، ما يجيش وراها than وبتيجي داخل الاسره. my elder brother أخي الأكبر. أما older فمعناها أكبر سنا أو أقدم. الشنطة دي أقدم من الشنطة دي يبقى older لأنها أقدم. يبقى older للإنسان والأشياء، أما elder للإنسان فقط. older اللي بالأو تتبع بذان عادي وإلدر لا. نيجي على يونت 3 وهي المستقبل future. عندنا 6 استخدامات أو 6 طرق للتعبير عن المستقبل. مضارع بسيط اللي هو عليه اس مع هي أو شي أو ات، والمضارع المستمر اللي هو am أو is أو are ing وam is are going to، والطريقة الرابعة هي will، والخامسة هي will be والing، والستة هي will have والبي بي. سريعا كده المضارع البسيط في جدول المواعيد. جدول مواعيد رسمية يبقى مثلا لو هنقول الامتحان هيبدأ بكرة الساعة 6 يبقى the exam starts. والأفلام مثلا الفيلم هيتعرض كده، الفيلم هيتعرض مبني للمجهول بس برضه في المضارع البسيط يبقى the film. برافو، المضارع البسيط بيتبني بام از ار، والتصريف الثالث يبقى زي فيلم از شون. الطريقه الثانيه اللي هي المضارع المستمر بيستخدم للترتيبات. فلو انا معايا التذكره اللي هسافر بيها يبقى I am traveling. طب لو احنا مرتبين ان احنا هنزور عمه بكره يبقى we are visiting my uncle tomorrow. اما ام از ار جوينج تو فخد بالك لو لقيت بلان، كلمه بلان خدها، لقيت انتند ينوي خدها، لقيت ديسايد يقرر خدها، بس يكون قرار مؤجل اللي هو مش هنفذه اللحظه دي. يعني مثلا انا مقرر ادرس هندسه في امريكا يبقى I am going to study engineering in America. أو تنبؤ مبني على دليل حسي مؤقت. تنبؤ مبني على دليل حسي. It's cloudy السماء مغيمة دلوقتي يبقى احتمال تشتي تبقى it is going to rain. Our team is playing hard فريقنا بيلعب دلوقتي في الماتش hard بجد. They are going to win. الاستخدام الخامس وهو تحذير بس نتيجته فورية هيحصل دلوقتي. be careful خد بالك هتقع. you are going to fall.
نيجي على will بتيجي كلمة وعكسها، حقيقة تنبؤ. حقيقة زي هيبقى عمري 20 السنة الجاية، تنبؤ بلا دليل. he will be a good teacher، أنا بتنبأ إنه هيبقى مدرس كويس. حقيقة تنبؤ. عرض طلب، عرض اللي هو زي مثلا will you have some tea، بعرض عليك شاي، أو طلب لو أنا اللي بطلب I will have a pizza، يبقى حقيقة تنبؤ عرض طلب. وعد I promise I will help you، بس خد بالك لو كانت promised فبدل will نرجع خطوة تبقى would، لأن هو رجع promise ل promised. وكذلك hope لو بقت hoped، وكذلك predict لو بقت predicted. يبقى حقيقة تنبؤ عرض طلب وعد تهديد، بس تهديد نتيجته بعدين، مثلا study hard ذاكر بجد، or you will fail هتسقط بعدين، don't smoke or you will die. وقرار سريع، لحظة هشوف مين اللي بيخبط. هنا أنا اتخذت قرار سريع وأنفذه دلوقتي، يبقى I will see who is at the door، قرار سريع أو بعد الروابط، مش بعد الرابط مباشر في الجملة التانية. After I finish making the video، بعد ما أخلص أعمال الفيديو I will go to my work. خد بالك will ما جاتش بعد after مباشرة. أصلا لا يأتي المستقبل بعد الرابط مباشرة إلا في حالة واحدة، لو الكلام متحول من المباشر للغير مباشر. يعني كان في حد بيسألني الماتش هيبدأ إمتى، فأنا بنقل الكلام لزميلي he asks me، هو بيسألني when will the match begin، كده when الرابط جه بعده will، دي الحالة الوحيدة إذا كان الكلام متحول من المباشر للغير مباشر. أما will be والING معناها إن في الساعة دهيت بكرة هكون مستمر في مثلا المذاكرة، هيكون مستمر في المستقبل. I will be studying from 6 to 8 tomorrow. ويمكن برضو ان will be والING لو انا شاكك بقول احتمال يبقى may be والING. اما الاخيرة will have والPP فمعناها ان حاجة هتكون حصلت قبل غيرها في المستقبل. Before I leave my office، قبل ما اسيب مكتبي هكون خلصت كتابة 5 ايميلات، يبقى before I leave my office I will have completed أو I will have sent I will have written 5 emails. يبقى هكون بعمل will be والING، هكون خلصت will have والPP. وخد بالك من المجهول بتاع كل حالة منهم. نيجي على يونت 4 should ينبغي بتنصح ويجي وراها المصدر بتساوي ought to. طب بلومك وبقول لك كان المفروض تذاكر يبقى should have والPP اللي هي بتساوي ought to have والPP. فانت المفروض تراجع دروسك you should revise، كان المفروض تراجع you should have revised. could والفرق ما بينها وما بين could have والPP، could يعني قدر وعمل، I could win قدرت افوز، اما could have والPP كنت اقدر بس ما عملتش. I could have taken the taxi، كنت اقدر اخد التاكسي but I prefer to walk، فضلت امشي. راجع. نيجي على الفرق بين could و could have والPP برضه. could معناه احتمال حاجة تحصل في المستقبل، اما could have والPP احتمال حصل في الماضي. It could rain احتمال تشتي في المستقبل. طب it could have rained احتمال شتيت، وفي الحالة دي it may have rained صح، it might have rained صح. فرق بعد كده بين could couldn't
و couldn't have والبي بي. couldn't مستحيل يحصل في المضارع أو المستقبل، أما couldn't have والبي بي استحالة حصل. زويل was brilliant. زويل كان نبغة. he couldn't have been lazy. استحالة كان كسول. طيب فلان is in Egypt. هو في مصر. استحالة يكون في أمريكا. استحالة يكون في أمريكا دلوقتي. he couldn't be in America. الأخير could was aware able to. could قدر، قدرة عامة سهلة ما بقتش صعبة عليه. at 5 عند سن الخامسة I could ride a bike. كنت بقدر أركب عجل. أما was aware able to اللي هي أخت managed to واللي أخت succeeded in والING دي معناها يقدر بس بصعوبة. he was able to survive. قدر ينجو من الحريق بصعوبة. نيجي على يونت 5 seem. seem يعني يبدو، ما تجيش في المستمر، ما فيش حاجة اسمها seeming. ما تجيش في المجهول، ما فيش حاجة اسمها seemed. ما يجيش وراها ظرف، ما فيش حاجة اسمها seems happily أو seems angrily. أشكالها: 1 he seems to be tired. شكله مرهق، وممكن أحذف to be في حالة وجود صفة. he seems tired. 2 he seems to study hard. شكله بيذاكر بجد. أو he seems to be studying hard. شكله بيذاكر بجد الآن. أو he seems to have studied hard. شكله ذاكر بجد زمان. تاني she seems angry أو she seems to be angry أو he seems to sleep well. شكله بينام كويس. أو he seems to be sleeping now. أو he seems to have slept في الماضي. الشكل اللي بعد كده it seems that. ممكن أشيل that وأحط it seems as if أو it seems likely أو it seems like وجملة. it seems that he went to prison. شكله كده داخل السجن. it seems like he failed. شكله سقط. آخر شكل their seem. their T-H-E-R-E. their seem أو their seems أو their seemed to be. يعني شكل كده في كلب بهوهو بره. there seems to be a dog. ليه seems؟ عشان كلب واحد. there seem to be some dogs. ليه seem بس؟ عشان في كلاب كتير جمع. there seemed to be a dog كان في الماضي، يبدو في الماضي. نيجي على تركيبة be supposed to. be supposed to be اللي هي am أو is أو are أو was aware، وديت ليها معنيين: يجب زي he is supposed to wear a uniform. يجب عليه إنه يلبس يونيفورم. والمعنى الثاني متوقع. it is supposed to rain. متوقع إنها تشتي. they are supposed to visit us. متوقع ان هم يزورونا. وطبعا suppose لو مش مبنيه للمجهول هيبقى معناها يعتقد او يفترض. suppose your dad came. افرض ابوك جه. what would we do؟ هنعمل ايه؟ هيلاقينا بنلعب جيمز ومش بنذاكر. نيجي على be meant to اللي am أو was are أو was aware meant to. لا معنيين: يجب أخف شوية من be supposed to أو الهدف منه. you are meant to study. يجب عليك تذاكر أو الهدف منه. this book هذا الكتاب is meant to teach us grammar. هذا الكتاب الهدف منه، الغرض منه، المقصد منه انه يدرسنا ويعلمنا
الجرامر. طبعا مين من غير مجهول لها معاني كتير. مين بخيل أو سيء، أو معناها يقصد ويجي وراها تو المصدر، أو معناها يتضمن ويجي وراها الاي ان جي. أما كلمة means وسائل، الاس على الكلمة، a means وسيلة، means of transport وسائل المواصلات. meaning المعنى. what is the meaning of كذا، ما معنى كذا. نيجي على آخر حاجة وهي قواعد if يعني إذا أو لو، وبيجي وراها جملة. unless يعني إذا لم، وبيجي وراها جملة. in case معناها احتياطي. يقول لك إيه؟ I will take a jacket، هاخد معايا جاكيت. in case it rains، احتياطي لتشتي. طب ايه الفرق ما بينها وما بين if انت لو شتيت هتروح تجيب الجاكيت من البيت، اما in case فمعناها انا هاخده معايا احتياطي. I will take an extra pen، هاخد معايا قلم زيادة وانا رايح الامتحان. if I need it، لو انا احتاجته اسيب اللجنة واروح اجيبه، ولا in case I need it احتياطي احسن احتاجه؟ طبعا in case. في in case of و in case of بيجي وراها اسم او ing معناها في حالة الحريقة اتصل بالبوليس. in case of the fire call الطوارئ the emergency. في without معناها بدون بتساوي but for وبيجي وراهم اسم او ing. في if it weren't for معناها بدون بس ندخل على if 2. في if it hadn't been for معناها بدون بس تدخل على if 3. ملحوظة مهمة ان if ممكن يجي وراها التصريف الثالث. القميص ده if washed لو اتغسل. فين الجملة؟ ما هو ممكن يجي بعد if البي بي على طول. الواجب ده if done بتساوي if it is done، وممكن يجي بعد if صفة I will help you if possible لو بإمكاني، if necessary لو ضروري. وفي تركيبة كمان اسمها if need be يعني إذا دعت الحاجة. I will call you if need be إذا دعت الحاجة. ملاحظات على قواعد if صفر مضارع تدل على الحقيقة أو العادة، وأقدر أشيل if وأحط when. if واحد بيجي وراه مضارع ثم مش لازم بقى will بس، ممكن will أو أمر أو نهي أو ضرورة زي must و have to، أو اقتراح زي let's، أو احتمال زي may و might و could، أو قدرة زي can، أو it's صفة والمصدر it's important to، أو تفضيل زي would prefer to would love to would rather، يبقى مش لازم will. أو نصيحة زي you should، أقدر أشيل if واحد وأبدأ بشود، وهنا should مش هيبقى معناها ينبغي، هيبقى معناها إذا. والفرق ما بين if وشود إن should بيجي وراها الفعل في المصدر. if 2 يجي وراها ماضي بسيط ثم would أو could أو might، وأقدر أشيل if 2 وأبدأ بشود والمصدر، أو where فاعل to والمصدر، where فاعل to والمصدر، أو أبدأ بالمقص، نعمل مقص if I had money أشيل if وأعكس had I money. وهنا had مش بتاع if 3 لأن مفيش وراها تصريف ثالث. أو لو where if I were rich أشيل if وأعكس were I rich. if 3 بيجي وراها ماضي تام اللي هو had والتصريف الثالث وجواب الشرط would أو could أو might have والبي بي.
واقدر اشيل اف 3 واعمل مقص. لو هو كان ذاكر بجد if he had studied hard بتساوي اشيل اف واعمل مقص had he studied hard، وتدل على الندم والحسرة. سؤال بقى، if she had studied hard she would have succeeded، الكلام ده بيساوي she doesn't study hard ولا she didn't study hard؟ برافو، she didn't study hard لأن if 3 تفسيرها ماضي يعني ما حصلش. طب لو قلنا if he slept early he would get up early، دي if 2 بتساوي he doesn't sleep early ولا he didn't sleep early؟ برافو، he doesn't sleep early لأن if 2 تفسيرها مضارع. وبكده يبقى احنا يعني غطينا بمحاضرة كلامية شفوية، اللي كان مذاكر هيبقى فاهم انا بقول ايه. غطينا الجرامر، اغلب نقاط الجرامر المهمة والاساسية، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.